الزواج قسمة، يعني هي لو وافقت بالزول المسكين ده خير وبركة، لو ما وافقت به لو قسمتها برضه حيتزوجها، يعني في النهاية حيتزوجها عشان ما تركز مع موضوع القروش الشديد. والراجل انت تقدم لها لو وافقوا بك خير وبركه، لو ما وافقوا بك كمان بنات حوا كتار والله دارتها العيد ذاته ليه يا اخي جاي زول ثاني او يقول لي ده التقرا في هنا ده يفكفكوا بس يعني من الاخر ده يفكفكوا ما ده يدوا له. فبحاول بقدر الامكان يلم قروش كثيره يقترب يحاول بقدر الامكان يلم قروش كثيره عشان شنو؟ عشان لما تيجي يقبلوا به، لانه الناس بقت مياله للقروش كثير. اي زول بيحب القروش، لكن ما حب القروش يخليك تخلي يعني للاب وللام تخلوا بنتكم دي تكون قاعده عانس وما تزوجت عشان موضوع القروش، وانه عشان تتجدعوا قدام الناس يا اخي والله بنتي جاها زول غنيان ومليان قروش وتتجدع عساي في القهاوي. وللابو عشان ما تقول يا اخي والله نسيبي زول مليان قروش وكذا، تزوجوا فقراء يغنيكم الله. ففي النهايه شنو؟ الزواج قسمه، يعني هي لو وافقت بالزول المسكين ده خير وبركه، لو ما وافقت به لو قسمتها برضه حيتزوجها، يعني في النهايه حيتزوجها عشان ما تركز مع موضوع القروش الشديد. والراجل انت تقدم لها لو وافقوا بك خير وبركه، لو ما وافقوا بك كمان بنات حوا كتار والله دارتها العيد ذاتهم. في وحدات والله قاعدات في الشارع قبل فتره هي مثلا الستره قبل فتره كان في بيت ظريفه شديده كيفتريه شديده والله رافعه لافته بانه يا اخي انا عاوزه عريس، بس في النهايه شنو؟ الستره يعني زي دي ممكن لو جيتها بابسط الاشياء يدوك ليها، صح ولا ما صح؟ وهي برات الغايه لو وافقت بك اهلها ما حيرفضوا، الا اهلها يكون شنو؟ ناس متمسكين بالعادات والتقاليد القديمه العاب عليها الزمن حقتنا دي، انه اي واحد يقول لك داير والله بنتي دي اللي زوجها واحد مليان قروش، انت كنت زوجت امها دي كان مليان قروش والله تلاقي زوجتها بكيلة عيش، صح ولا ما صح؟ في النوع اللي بيكون زوجها جاب له ما عارف شيلين ولا شنو الحاجه القديمه دي، اذا حاجات بسيطه بيجيب لها حاجه بسيطه يقول لي شنو؟ يا اخي والله زوجناك ليه؟ وفي النوع اللي بيكون غطى قدحه ده بيكون والله يكون مجان ذاته يعني ممكن عادي يكون شنو؟ ابو البيت مليان قروش، لكن ده عريزه ما عنده اي حاجه يقول لي يا اخي زول غطي قدحك. مرات الواحد يغطي قدحه ثم يغطي قدحه ويقع الساي صح ولا ما صح؟ الواحد يقول غطي قدحه يغطي قدحه ويقع الساي. فهو مفترض الناس شنو؟ الناس ترضى بموضوع انه اي حاجه قسمه، انت حابب البيت دي امس ليه يا اخي والله يا عمي يا خالي يا عمتي كذا انا والله داير بنتكم دي جيتكم بالباب عشان ما مشوا اعديها معاه حب وقطع نجيله وكلام زي ده. انا في النهايه جيتكم بالباب، لو ده انت تدوني خير وبركه، لو ما تدوني كمان ما قسمتي، وانا مقتنع بالقسمه اقتناع تمام انه اي حاجه قسمه خلاف الزواج، يعني في اي حاجه الزول لو رضى بالواقع ورضى بالقسمه زيها ما في فعلا. ولا انت شايفه شنو؟ اي صح كلامك شديد والله العظيم. ناس كثير ما بترضى بالقسمه، انت مش ملاحظه الحاجه دي شنو؟ في ناس بيرضوا بالقروش بس، يعني يقول لك قروش حاسه والله العرس ده ما قروش، يعني في بعدين مسؤوليات في حاجات ثانيه، يعني في ناس بيعانوا للقروش اكثر من انه انت حتكمل دينك او حتكمل، يعني حتكون عندك مسؤوليه في البيت، الناس بتعاني لحاجات ثانيه. اكيد يلا مفترض البيت، يعني انا بتكلم حتى عن البنات انه يا اخي مفترض الزوج اللي بتختاريه ده ما تختاريه عشان قروشه بس، لانه لو قروشه انتهت معناه خلاص الموضوع مفرتك، صح ولا ما صح؟ لكن لما انت تختاريه لانه يا اخي زوجي لك، والزواج ده ما يوم ولا يومين، يعني دي ما حكايه انه تمشي تتفسح ولا تاكل لكم ماكله والموضوع منتهي، لا. الحاجه دي شنو؟ الحاجه دي في ان انت لو رضيتي بالواقع حقك ده ترضي بزوجك ده انه بعدين ما يقصر منك، ما يقصر من اولادك، يعلمكم تعليم كويس، يعني يقف معاكم وقفه قويه، صح ولا ما صح؟ وما يتخلى عنك في نص المسافه. في ناس بيتخلوا عنها مما يجيب لها واحد اثنين طوالي يخليه ويمشي يتزوج غيرها، ده اللي بيختاروا عشان القروش، لكن اللي بيختار عن انه حابيه وكده ما بخليها نهائي. لو لقى غيرها واحده جميله شديد يعني قمر برضه ما بخليها، عارفه ليه؟ لأنه هي وقفت معه في الأوقات الصعبة أكثر من الأوقات الكويسة، صح ولا ما صح؟ صح كلامك. وأنا شايف غايته ده وجهة نظري أنا كمحمد يوسف، لكن ما أعرف الشباب الباقيين يقولوا عن الكلام ده شنو؟ والله كلامك جميل شديد يا محمد وشرفنا بك، وإن شاء الله الناس تستفيد من كلامك. إن شاء الله يديك العافية. وأنا عندي قناة اسمها يلا نتغير مع النجم محمد يوسف، أرجو الناس تشاهد وتتابع قناتي لأنها فيها محتوى جميل جدا. أنا حسب ما قاعد أعمل شو للموضوع ده، لكن شنو؟ بجد الناس حتستفيد.